بسم الله الرحمن الرحيم. كأس العرش في رياضة التايكوندو، كأس العرش في التايكوندو اللي كيتجرى في مدينة العيون هنا محلية عندنا الدولة الوسطى، وكنشكر السيد والي جهة العيون الساقية الحمراء، وكذلك السيد رئيس جماعة العيون، وكذلك المنتخبين والسلطات المحلية على الدعم ديالهم باش تنجح هذا كأس العرش اللي كتعرف نجاح كبير من جميع الجوانب التقنية واللوجستيكية والتنظيمية، وتنشكر المناظم الإعلامية التي ساهمت في النجاح ديال هذا الكأس، وكذلك الأبطال اللي فازوا، وكذلك رؤساء الأقسام الرياضية والمدربات والمدربين اللي جاوا من مختلف جهات المملكة اللي كتعرف مشاركة 160 لاعب ولاعبة من خيرات اللاعبين في رياضة التايكوندو، وهنا كنهنيوهم. ودائما كما كتعرف الرياضة الوطنية دائما غادية من الأحسن إلى أحسن، تحتاج للعمل السامية ديال فخر جلال الله محمد السادس نصره الله اللي عرف الرياضة الوطنية في العهد ديالو قفزة نوعية اللي كتشوف المغرب حاضر في جميع الرياضات الحمد لله. وتنتمناو للأبطال المغاربة إن شاء الله في الدورة ديال الألعاب الأولمبية 2024 باش يديروا شي نتائج جد مهمة اللي معروف بها المغرب. تفضل. بصفة بجوج. محمد مولود ديال نائب رئيس الجامعه الملكيه المغربيه للتايكوندو ورئيس عصبه جهه المستقبل حول التايكوندو، كما شفتوا اليوم تنفيذ البرنامج الوطني اللي بسطته الجامعه الملكيه المغربيه للتايكوندو. اليوم تواجدوا في نهائيات كاس العرش العيون اللي عرفت اقبال رائع من جميع جهات المملكه. كانت اليوم امس واليوم نهائيات كاس العرش كانت منافسه شرسه جدا على الظفر بكاس العرش. هنيئا للفرق اللي فازت به، وكذلك لا يفوتني ان اشكر الفرق اللي قبض مسافات طويله باش جات شاركت معنا هنا، نهنئهم ونشكرهم على هذا التعب. ولا يفوتني كذلك ان اشكر المساهمين والاخوه اللي عاونوا في نجاح هذا العرس الرياضي الكبير في مدينه العيون. واتمنى كذلك ان في مدينه العيون يكون فيها انشطه لموازيه هذا النوع اللي تنشط جهتنا وتنشط بلادنا ضمن الرياضات جميعا، ان تجيب انشطه لمدينه العيون، لان مدينه العيون تستاهل اكثر، فيها بنيات رياضيه وفيها مجموعه من المنشات الرياضيه اللي تاهلنا عن نشاركوا دوليا، مجموعه من التظاهرات الدوليه. شكرا.